ايه اللي يخليك تثق في مركز خدمة معين وتقدر تودي له عربيتك وانت مطمن ان يكون معتمد؟ المركز اللي انا فيه النهارده معتمد من جيلي ابو غالي، بيقدم لك كل خدمات الصيانه بتاعه العربيه، ومركز خدمه متكامل لجميع عربيات تويوتا، وبيقدم زيوت تويوتا الاصليه برضو بتستخدم في هذا المكان مع قطع غيار تويوتا الاصليه، وكمان بيوفر صيانه العربيات الماركات الثانيه، وفي قسم مخصص لصيانه العربيات الكهرباء، ان هو يكون في مهندسين عندهم خبره وعماله ماهره. الناس هنا اقل واحد فيهم بقاله كذا سنه شغال في الشغلانه دي وحافظ العربيات اكتر من كف ايد. ان هو يكون عنده قطع غيار اصليه، هنا مخزن قطع غيار تويوتا الاصليه موجوده في المخزن اللي قدام حضراتكم، وفي مخزن مستقل للقطع غيار جيلي، ومركز ثالث مستقل للزيوت ومنتجات شركه توتال، لان المركز اللي احنا فيه يعتبر موزع معتمد لمنتجات توتال. طيب انه يكون بيوفر اماكن انتظار محترمه، المكان اللي احنا فيه بيوفر لاونج بمعنى الكلمه، في ضيافه محترمه جدا، كل حاجه انت عايزها، في كمان منطقه للتدخين، وعندك بلاي ستيشن لو حابب، وبيخليك برضو تشوف عربيتك وهم شغالين فيها، سواء عن طريق الشاشات اللي هتبقى متوفره فيه او عن طريق انك تبقى شايفها بعينك زي ما حضراتكم شايفين، بتبقى العربيه قدام عينك وكل الشغل بيتم فيها تحت. ان هم يكون عندهم قسم سمكره ودهان، المركز اللي احنا فيه عندهم قسم سمكره على اعلى مستوى، وكمان عندهم كابينه دهان على اعلى مستوى هي كمان، وبتستخدم اعلى الخامات المتوفره في السوق المصري. ان يكون اصحاب المركز ناس ليها خبره سابقه في العربيات. طب ايه رايك في 19 سنه خبره في مراكز الصيانه، وقبلهم ممكن تقول 40 سنه في مجال العربيات عموما. مركز الاصيل اللي احنا بنتكلم عنه النهارده هو مركز جديد، بس هو مولود عملاق زي ما بنقول 3S زي ما قلنا، يعني بيقدم خدمه الصيانه وبيقدم خدمه المبيعات، وكمان عنده قطع الغيار الاصليه وكل الحاجات اللي احنا وضحناها في الفيديو. مركز الاصيل بيوفر لك خدمه مميزه جدا كعميل، من اول طريقه حجز ميعاد الصيانه، سواء عن طريق التليفون، عن طريق ارقام تليفونات المركز، او عن طريق موبايل ابلكيشن هم شغالين عليها حاليا عشان يطوروها، بتقدر من خلالها تعمل الحجز، تقدر من خلالها برضو تتابع سير العمل، وبتعرف الهيستوري او تاريخ صيانه العربيه الموجود عند المركز، من اول ما بتسلم عربيتك لمسؤول الامن، وبعدين بتدخل لمسؤول الاستقبال، بتسلم الرخصه، بيوجهك للمهندس المختص، وبعدين المهندس المختص بيبدا معاك البروسيس كلها بطريقه منظمه واحترافيه جدا. والمركز سيتم افتتاحه رسميا باذن الله يوم الاحد 25/8، هبقى موجود في الافتتاح ومستني نشوف حضراتكم فيه، لان هو فعلا لو المكان ده انا مش واثق منه انا ما كنتش عملت الفيديو ده.